السلام عليكم، يعطيكم العافية. وصفتنا لليوم مندي الدجاج بنكهة الفحم. وهاي الأكلة كتير طيبة نقدمها بعزايمنا بشهر رمضان المبارك. بالبداية خلينا نبلش نحضر لسلق الدجاج. عندي هون بطنجرة كمية من السمنة الحامية، بنزل عليها بهارات الصحيحة: فلفل أسود، حب الهال، كبش قرنفل، لومي، ورق غار، الكزبرة، الحب. بقلبهم مع بعض. أول ما تطلع عندي ريحة البهارات بنزل عليهم كمية من البصل قطعتها مكعبات كبيرة. بقلب البصل مع باقي المكونات على نار متوسطة لحتى تدبل عندي البصلة وتاخد لون خفيف. هون بنزل عليها دجاجتين كاملات، وهلا بنزل عليهم كمان الملح وبهارات المندي أو بهارات الدجاج حسب المتوفر عندك. وبقلبهم مع بعض على نار متوسطة لحتى يتسبكوا وتنشف عندي السوائل اللي راح تنزل من الدجاج. الدجاج عندي هون صار جاهز. هلا بغمره بكمية من المي السخنة، بغطي الطنجرة لحتى يستوي عندي الدجاج بشكل كامل. خلال هذا الوقت نحضر للكشنة. للكشنة بدي كمية من الزيت. أول ما يحمى عندي الزيت بنزل عليه كمية من البصل قطعتها شرحات رفيعة بهذا الشكل. هلا بقلب البصل مع الزيت على نار متوسطة لحتى يدبل عندي البصل وياخد اللون المناسب. البصل صار عندي جاهز. هلا بضيف عليه كمية من الزبيب المغسول والمنقوع. بقلبهم مع بعض لحتى تتفتح عندي حبات الزبيب. الزبيب صار عندي هون جاهز مع البصل. هلا بنزل عليه كمية من اللوز المقلي مع رشة صغيرة من الملح. بقلبهم على نار متوسطة لمدة دقيقة. بعدين بشيل الكشنة بصفيها من الزيت. خلال هذا الوقت نحضر للدقوس. عندي هون بندورة، فليفلة حلوة، ثوم، فلفل أخضر حار، بصل، عصير ليمون، أوراق النعناع الأخضر، معلقتين من رب البندورة ومعلقتين من المي. هلا بطحنهم مع بعض وصار عندي هيك جاهز. بطنجرة فيها كمية من زيت الكشنة بضيف الدقوس اللي حضرناه مع رشة ملح ورشة فلفل أسود ومعلقة كبيرة من أوراق النعناع المجفف. بقلبهم مع بعض، وأول ما يغلي عندي الخليط بهدي النار لحتى يتسبك لمدة ربع ساعة. هيك الدقوس عنا صار جاهز، والدجاج استوى كمان وصار جاهز. هلا بشيله من المرقة بحطه على صينية لحتى نشوي. هلا بحضر خليط تغليف الدجاج الشوي. عندي هون زبدة، ملون غذائي، تقدروا تستعملوا الخلطة اللي بدكم إياها. هلا بقلبهم بخلطهم مع بعض كتير كويس. بغلف قطع الدجاج فيهم، بدخلهم بالفرن تحت الشواية. لتحضير الأرز بدي كمية من زيت الكشنة بحطه بطنجرة. بضيف فوق الأرز البسمتي المغسول والمنقوع مع رشة هال مطحون واللوم اللي استعملناه بسلق الدجاج وحبتين فلفل أخضر حار. هلا بقلبهم مع بعض مدة دقيقة. بغمرهم بمرقة سلق الدجاج. بطبخهم مع بعض. بالبداية بتكون النار عالية. أول ما يبلش عنا الأرز وينشف ميته بهدي النار لحتى يستوي بشكل كامل. الأرز استوى وصار جاهز. هلا بضيف له ملونات غذائية. أنا استعملت هون الأحمر والأصفر. وهلا بنرتب قطع الدجاج فوق الأرز بهي الطريقة. بخلي مساحة فاضية من منتصف الطنجرة لحتى أحط فيها صحن مقاوم للحرارة. وأحط جوات الصحن قطعتين من الفحم مجمرين كتير كويس مع رشة زيت زيتون. هلا بكمرهم مدة ربع ساعة. والأكلة صارت عندي هون جاهزة. ما شاء الله الألوان والطعم والريحة شي خيال بياخد العقل. هلا بنشيل قطع الدجاج من فوق الأرز لحتى نبلش نسكب بالطبخة. بس بالبداية بنقلب الأرز لحتى تتوزع عنا الألوان. وهلا بسكب الأرز بالطريقة هاي. ما شاء الله ألوانه بجد بتاخد العقل. وهلا بنرتب قطع الدجاج فوق الأرز بهذه الطريقة. بنستعمل اللوم والفلفل الأخضر الحار. بنحط كمية من الكشنة بالمنتصف. طبقنا هون صار جاهز. ما شاء الله طعم وشكل وألوان وريحة بجد شي خرافي بياخد العقل. أنا هون قدمت مع الدقوس الأحمر وصوص الشتني. صوص الشتني راح أنزلكم طريقة تحضيره ومقاديره مع وصفتنا لليوم. وهلا بندوق لكم كيف الطعم كيف النتيجة. ما شاء الله الأمان تاخد العقل. الدجاج والأرز كتير ماخد من نكهة الفحم. وصفة رائعة وسهلة وسريعة. أنا بحب أقدمها مع صوص الشتني. وهي الأكلة بتكون تاني يوم إنها أطيب. وصفتي وصلت معكم هنا نهايتها. إن شاء الله إنها راح تعجبكم. وألف صحة وهنا.